تخيل إنه أكتر الناس اللي بنأمن لهم واللي بنوثق فيهم ممكن يكونوا أكتر ناس خطر علينا. سنة 2015 مصر اتصدمت بجريمة مرعبة المتسبب فيها شخص الناس كانت بتقول عليه إنه طيب وذكي جدا. كان شغال سمسار عقارات، اسمه هو قذافي فراج عبد العاطي، لكن الحقيقة إنه كان وحش بشري. قتل زوجته عشان فلوسها، وبعدين قتل خطيبته لما اكتشف أسرارها. حتى عايز أصحابه دفنهم بإيده في حفرة تحت الأرض. المجرم ده عاش وسطينا سنين طويلة، وبيغير هويته واسمه كأنه زي ما بيغير هدومه. اتجوز باسم وخطب باسم تاني، واشتغل في أماكن مختلفة، ومحدش كان شاكك فيه أبدا. الشرطة ما صدقتش لما لقت أكتر من جثة مدفونة في شقق إيجار باسمه. وبسبب كمية الرعب والضحايا اللي قتلهم، مصر أطلقت عليه لقب سفاح الجيزة، القاتل اللي كان بيعيش وسطينا كأنه شخص طبيعي، لكن جواه جحيم مظلم. قصة القذافي اتشهرت جدا وتلخصت في مسلسل سفاح الجيزة اللي ضرب الدنيا سنة 2023. ولو قلبك جامد وعايز تعرف عنه، روح اتفرج عليه. لو عجبك الفيديو حط لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.